لو زهقتي من الطريقة التقليدية للجلاش باللحمة المفرومة ومش فاضية تورقي ورقة ورقة، يبقى ركزي معايا في الوصفة دي. طريقة سهلة وسريعة من غير تعب، وهتطلعي بيها الجلاش مقرمش من بره وطري من جوه. وعلشان احسسكوا قد ايه هو طالع مظبوط، اسمعوا صوت القرمشة الخطيرة دي. بجد لازم تجربوها، ريحتها وطعمها يفتح النفس جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. في طاسة على النار حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة، ولما سخنت نزلت عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. وما نقلبش اللحمة على طول، نسيبها الأول تاخد لون من تحت وكأنها كده بتتحمص كده، بتدي طعم خطير للحمة. ما نقلبهاش غير لما تلاقيها خدت لون من تحت. قلبيها وانزلي عليها ببصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة، ونقلب كده ونسيب البصل يدبل. واول ما يدبل البصل معانا بننزل عليه بالتوابل: معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون، ورشة قرفة وبهارات لحمة، دول اختياري. قلبتهم كده تقليبة حلوة، وبعدين قلت لازم احط عليهم فلفل. حطيت بقى فلفل اخضر والوان لو متوفر عندكم، بيدي طعم وريحة خطيرة للحشوة. وانتوا بتقطعوا الفلفل قطعوه قطع صغيرة. بنديله كده تقليبة وبنسيبه على نار هادية جدا علشان الفلفل يدبل كده، وبعدين الحشوة تكون جاهزة معاكم على طول. انا بحب اللحظة دي جدا، ريحة اللحمة والبصل والتوابل مع الفلفل بجد يا جماعة وهم. بحس اني خلصت كده اصعب جزء، والباقي كله لف ودلع كده. بصراحة انا ساعات بعمل الحشوة دي واقسمها نصين كده، شوية للجلاش وشوية افطر بيهم. مش بقدر اقاوم الصراحة. كمان ممكن تجهزي الحشوة دي وتخزنيها في الفريزر، تيجي يوم كده عايزة تعملي حاجة سريعة تطلعيها على طول تفك وتبدأي تلفي بيها الجلاش على طول. هنحتاج صينية مدهونة بالسمنة. احنا هنحتاج في الوصفة دي نص كوباية سمنة سايحة، ولفة جلاش. جبت لفة الجلاش وبدأت اشتغل فيها على طول. كل ورقتين بحطهم على بعض وبطبقهم، وعلشان الورق ما ينشفش مني بحطهم في كيس او بغطيهم بفوطة نظيفة، لان ورق الجلاش لو اتعرض للهواء بينشف بسرعة جدا وبيتقطع معاكي. فاحنا كده بنخليه يفضل محتفظ بطراوته. ودي خطوة مهمة جدا، ناس كتيرة بتستهون بيها، بس هي اللي بتفرق جدا في النتيجة في الاخر. هناخد كل ورقتين وندهنهم سمنة زي ما انتوا شايفين كده، ونتأكد ان السمنة متوزعة على ورق الجلاش كله. دلوقتي بقى نيجي للحشوة. حطوا الكمية اللي تريحكم، يعني لو بتحبوا الجلاش مليان لحمة قوي زودوا براحتكم، لو بتحبوه خفيف قللوا شوية من اللحمة، كل واحد حسب ذوقه. ببدأ اتني الجوانب زي ما انتوا شايفين كده. الجوانب بتاع الجلاش هتلاقيها ناشفة مش عليها سمنة، فنديها دهنة سمنة كده خفيفة، وبعدين نلف الجلاش رول تاني. عايزة اعرف مين اكتر حد عندكم في البيت بيحب ياكل الجلاش ويفضل قاعد مستنيه لحد ما يخلص ويبدأ ياكله سخن، مش بيستنى عليه لما يبرد. ونديله دهنة سمنة كده على الوش بالفرشة. استخدموا الفرشة لان الفرشة بتوزع السمنة على الجلاش كله بالتساوي. تعالوا بقى نعمل واحدة كمان سوا علشان اللي لسه ملحقش يشوف الخطوات من الاول. هنا حطيت ورقتين جلاش على بعض، بدهنهم سمنة خفيفة جدا مش كتير قوي علشان ما يبقاش تقيل. وبعدين بنحط الحشوة زي ما قلنا، كل واحدة تحط الكمية اللي بتحبها، يعني لو بتحبيه ملان زودي، بتحبيه خفيف خليه طبقة بسيطة. نطبق الجوانب كده زي الظرف، وبعدين نلف رول على طول. واحنا بنلف الجلاش رول ندهن دهنة سمنة خفيفة على الجوانب. بعد ما خلصت لف الجلاش ورصيته في الصينية، هدهن الوش بالسمنة كده اللي كانت متبقية معايا علشان ياخد لون دهبي حلو كده، وتوزيعة السمنة ده يخليه قرمش من كل الجوانب. هدخل الصينية فرن سخن على درجة حرارة 250 من تحت بس في الاول، لحد ما احس ان تحت احمر وبقى مقرمش كده، وده بياخد تقريبا 20 دقيقة حسب نوع الفرن بتاعك. بعد كده بشغل الشواية من فوق لو الفرن فيه شواية، واسيبه ياخد لون دهبي كده من فوق، وخلاص كده بقى جاهز معانا. واول ما يطلع عندك اختيارين: يا اما تسيبيه زي ما هو لو بتحبي الجلاش يفضل مقرمش قوي قوي، يا اما تسقيه على طول بنص كوباية حليب بارد علشان يبقى طري وفي نفس الوقت هيفضل مقرمش برضو. انا عملت الاختيار التاني، سقيته بالحليب. جربوه على ضمانتي هيطلع معاكو تحفة. انا لما سقيته بالحليب هو برضو فضل محتفظ بالطراوة بتاعته والقرمشة من بره، وطلع برضو خطير جدا.
جربوه بالطريقة دي ومش هتندموا خالص. وطبعا ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وهل جربتوه بالحليب ولا من غيره؟ ولو عندكم طرق مختلفة للجلاش قولولي عليها ونجربها مع بعض. ما تنسوش لو استفدتوا لو بحاجة بسيطة تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في وصفة جديدة.